موضوع التوتر ده موضوع مهم جدا، وهو الاساس لمشاكل كتيره بتحصل بعد كده، لان زي ما قلت زي الالارم سيستم بيعلق. واحنا الطبيعي ان الواحد يبقى فيه اوقات الواحد بيبقى فيها متوتر، وبعد كده بيرجع يبقى كويس. زي زمان قبل يعني ايام جدودنا او قبل جدودنا حتى، بيبقى مثلا واحد وهو ماشي في الصحراء بتاعه يطلع عليه اسد. فهو في سيستم في الجسم اسمه فايت اور فلايت. يعني يا اما انت الادرينالين هيطلع كده وتبقى مركز وعينك حاطط العين واسعه والدم بيضخ في كل حته، الضغط 200 100 والواحد يعني ايه مستعد. يا هتخانق مع الاسد ده وهتهاجم وهقاوم، يا اما هطلع اجري. فده ده السيستم بتاع الجسم معمول كده، وربنا خلقه كده عشان نعرف نتفاعل مع الوقت اللي فيه ضغط عالي او فيه مشكله كبيره دلوقتي حاصله. السيستم ده كان شغال بهارموني لطيفه جدا وبطريقه لطيفه زمان، ايام ما كان يعني ايه الحياه ابسط من دلوقتي. وقت ما بيحصل المشكله بتروح، يعني هو يا اما الاسد اكلني وخلاص واتكلت وخلصنا فانا مش هقدر افكر تاني، يا اما انا عرفت استخبى او اطلع في حته وبتاع والخطر راح، ساعتها بيبقى فيه ريلاكس والواحد بيرجع تاني كويس، نبض كويس، حركه العين بترجع، والواحد بيبقى مبسوط تمام وممكن يكمل حياته عادي. فده السيستم فايت اور فلايت ده موجود، ده نازل في السوفت وير بتاع كل واحد. ودوت اللي بيخلينا نقدر نتعامل مع الظروف الصعبه. واحنا بنلاقيها مثلا لو واحد داخل على لجنه ومعهوش رخص، لو واحد داخل يكلم المدير بتاعه في مشكله كبيره وهو عارف انه غلطان. فالواحد بيبقى داخل الادرينالين بيضرب جامد وقلقان. المشكله بقى لما الالارم سيستم ده بيعلق. وبيعلق ليه؟ بسبب كتر الضغوط اللي في الحياه. بمنتهى البساطه، في ناس طبعا مع الضغوط دي اصلا عندها استعداد. يعني في ناس اصلا شيلين كده ولذيذه ولطيفه والدنيا تضرب تقلب ما تفرقش معاهم، دولت محظوظين الصراحه. انما لو هو الجين بتاعه اوريدي، مثلا واحده تكون مامتها متوتره، جدتها متوتره، خالتها متوتره، عمتها متوتره، الناس كلها مكهربه. فهي هتطلع بالجين لسه الجين موجود طازه عندها. فالمشكله بقى بتقاد عليها الظروف اللي الواحد بيعدي بيها. وطبعا انا واخد الموضوع بطريقه بسيطه، لكن في الحقيقه بالنسبه للشخص دي مشكله كبيره. مشكله كبيره بتاثر عليه، لان هو في فرق بين الاكيوت بانيك اتاك وبين البانيك ديس اوردر، اللي هو حاله التوتر الحاده واضطراب التوتر. اضطراب التوتر ده الواحد بيبقى قلقان انه يحصل، هيحصل. انا خايف ان انا ادخل اجتماع، في وسط الاجتماع يحصل لي حاله التوتر الحاده، فابقى قاعد مش على بعضي ويغمى عليا او يودوني الطوارئ او كده. فالدماغ بقت واصله لمرحله ان هي بتبروجكت ان هيحصل المشكله، وانا في الاتوبيس وانا بتاع، والواحد مش عارف يعيش على اساس الوضع ده. وده وضع صعب جدا الصراحه، يعني انا ما اتمنهوش لاي حد. تاني، الواحد لازم يبتدي يعرف المشكله جايه منين ويحاول ان هو يصلحها، ولازم يروح لحد يساعده. ما يحاولش ان هو يعالج نفسه بنفسه، لان في ناس كتيره جدا بتعالج التوتر بطريقه غلط. فلازم احنا نبقى واعيين ان احنا وصلنا لمرحله صعبه، فلازم نعالجها.